شوفي لي اختي ما شاء الله اللمعه اللي غيخلي لك هذا السيروم في وجهك. شوفي لي ولا تجعيده ولا تسبغات ولا حتى شي حاجه. شوفي معايا كنوريك مباشره انا دايره دابا. شوفي لي اللمعه كيفاش دايره. شوفي لي اللمعه اللي كيخلي لك في البشره اختي شحال زوينه. اللي شافك غادي يسولك على السر ديال اللمعه اللي في البشره ديالك. واكثر حاجه غادي يسولك عليها علاش اختي ما عندكش التجاعيد واخا وصلتي لواحد لاج بحالي فتي الربعينات وما عندكش التجاعيد. كلشي غادي يسولك على السر البشره المشدوده. هذا اختي هذا السيروم بغيتو يكون عندك من قلبي، بغيتو يكون عندك وبغيتك تنتي تهلاي ليا في راسك وبغيتك تكوني بحالي. علاش ما تكونيش اختي تنتي عندك بشره بحال هذه؟ تبعي معايا اختي لا فيديو غنعطيك احسن سيروم وبارخص ثمن. اهلا وسهلا البنات ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو اليوم فيديو جديد مميز بزاف، سطروا لي عليها عافاكم. مميز فيديو خاص بالناس اللي بغاو البشره اختي ديالهم تكون بحال هكا مشدوده، بدون تجاعيد، بدون تسبغات، بدون اي حاجه. من شحال هادي وانا باغا نبارطاجي معكم البنات هذا السيروم. سيروم معجزه، سيروم ولا اروع. غتحضريه في البيت بمكونات بسيطه ولكن غنيه جدا. وكون جيتي تشريه بفلوس كثيره وما تحصليش على النتائج اللي انا محصله عليهم دابا. صراحه انا مده طويله وانا كنستعمله وما جاتش فرصه باش نبارطاجيه معكم، ولكن بما انني لقيت بزاف ديال البنات كيقولوا لي عافاك بقاي ديري لينا سيرومات وحويجات ديال التجاعيد. بزاف الناس عندهم التجاعيد هنا حتى الفم، عندهم في العينين، في الجبهه، عندهم تجاعيد رقيقه، عندهم تجاعيد محفوره. هاد السيروم اختي غادي يشبب لك البشره ديالك. سطري ليا عليها غادي تولي عندك بشره شابه، وانا اتحمل كامل مسؤوليتي على هاد الهضره اللي كنقول لكم. غتولي عندك اختي بشره بحال هادي بلاره نقيه كتشعل. واللي شافك غادي يسولك على السر، اللي شافك انا متاكده. المهم غاديش نطول عليكم بزاف. هذا سيروم نقولوا عليه 10 في واحد الا بغيتو، لانه غادي يرجع لكم البشره شابه، غادي يهنيكم من التجاعيد، التسبغات، غادي تولي عندكم الاشراقه وليكلا في الوجه ديالكم. الا ما عمر البشره ديالك كانت منوره كما كنقولوا منوره هكا عليها واحد النور، اليوم بهذا السيروم هذا اختي ملي غتستعمليه من بعد الاسبوع الاول اجي ردي عليا بعد الخبار غير في ليكلا وفي النضاره. اما التجاعيد اكيد غياخذ معك وقت، ولكن النضاره وليكلا اللي غتولي عندك في وجهك من الاسبوع الاول كنضمنها لك. المهم السيروم عندنا واحد المكون اساسي ديالو اختي ومهم، واللي هو اللي غادي يهنينا من جميع المشاكل، اللي هو القهوه العربيه او البن مطحونه بحال هذا الشكل البنات، ماشي سريعه الذوبان. قهوه عربيه غادي ناخذ منها اختي واحد المعلقه كبيره وافيه. غادي نضيفوا عليها المكون الثاني اللي هو زيت اللوز الحلو. غادي نضيفوا عليها 4 المعالق ديال زيت اللوز الحلو. شوفوا معايا 4 المعالق من هذا الزيت الرائع نضيفوه على معلقه كبيره ديال القهوه. واذا توفر عندكم هذه، الا توفرت، الا ما توفرتش ماشي مشكل تقدروا ما تضيفوهش. الا توفر عندكم زيت الزيتون البكر بدون ملح، كنأكد البنات ماشي زيت الزيتون العادي اللي كناكلو، زيت الزيتون البكر بدون ملح، ضيفوا منه معلقه كبيره. الا درتوها غادي يكون السيروم ديالكم اكثر تركيز وغادي يكون زوين. والا ما ضفتوهاش بطبيعه الحال راه غير هاد المكونات اللي غنعطيكم غادي ينجح معكم السيروم وغادي يعطيكم نتيجه فعاله ورائعه وغادي تعجبكم. من بعد ما كنضيفوا زيت اللوز الحلو 4 المعالق ومعلقه كبيره ديال القهوه، كنديروهم في شي غيسيبيون ولا شي بو بحال هذا كما كتشوفوا معايا. انا ديجا محضراهم من قبل ومخلياهم 24 ساعه. ضروري من هاد الخطوه البنات، القهوه مع زيت الزيتون ومع زيت اللوز الحلو غتخليوهم 24 ساعه باش المكونات تطلق مع بعضياتها، باش الفوائد ديال القهوه تطلق لينا وكاع المكونات اللي بغيناها تركز لينا في هاد الزويته هذه. هنا انا صايبته البارح، يعني دابا دازت عليه 24 ساعه. شنو غادي نديرو من بعد؟ ملي كدوز 24 ساعه كناخذوا هذا الزيت كنصفيوه في شي زويف ديال حياتي ولا شي صفاي رقيق اللي ما غيدوش لينا
دوك لي بارتيكول ديال القهوه يدوز لينا غير الزيت. وغادي نمشي انا دابا نصفيه وغادي نرجع نتلاقى معكم باش نشوفوا باقي الاضافات اللي غادي نضيفوها على السيروم ديالنا باش يولي جاهز للاستعمال. وانا رجعت معكم اختي من بعد ما صفيت هذيك الزويته في الزيف ديال حياتي. ضروري البنات تصفيوه في شي زويته، حيت واخا ديروا الصفاي غادي يبقاو لكم هذوك لي بارتيكول ديال القهوه، وهو ما خص يبقى فيه حتى شي حاجه باش ملي تجي ديري على البشره ديالك ما تاديهاش. داكشي علاش شوفي معايا الزويته كيفاش اللون ديالها كيطلق فيها اللون ديال القهوه. شوفوا معايا حتى الريحه ديالو، يا سلام الريحه ديال القهوه زوينه بزاف. انا شخصيا كنت كنستعمل برودويات عطيهم لي الطبيب ديال التسبغات على باس ديال الكافيين وديال القهوه، كنت كنستعملهم وديال الروز. هادو من بين الحوايج المهمين اللي مزيانين للبشره ومزيانين للشد والتسبغات. كما شفتوا معايا الزويته من بعد ما دازت عليها 24 ساعه وصفيناها، شنو غادي نزيدو عليها دابا؟ غادي نزيدو عليها واحد المكون حتى هو زوين، كيساعد على الترطيب وتنعيم البشره، وكي يغذي لينا البشره مزيان، وكيعطينا يعني واحد الملمس رائع ورطب وزوين للوجه ديالنا. غادي نزيدو معلقه ديال جيل الوي فيرا. اي جيل ديال الالوي فيرا عندك كتستعمليه استعمليه، ولا عندك حتى الالوي فيرا الطبيعيه في الدار ماشي مشكل، هذيك غادي يكون احسن الا استعملتيها. انا ما عنديش، داكشي علاش كنستعمل الوي فيرا مصنعه. غادي نديرو معلقه كما قلت لكم، تقريبا معلقه صغيره. انا ما كنبغيش نقوي جيل الوي فيرا بزاف، كنبغي نديرو ما يجينيش يعني الخليط كله عباره عن جيل. هانتي شوفي معايا المعلقه ما عامراش ديال الجيل، شوف معلقه ما عامراش ديال جيل الوي فيرا. غادي نزيدوها على الخليط ديالنا وغادي نحركو مزيان مزيان حتى كتنسجم لينا هاد الزويته يا اختي. هاد السيروم هذا رائع البنات، رائع كما قلت لكم. بعدا عندكم من الاسبوع الاول البشره ديالك كتبدا تصفى وكتبدا تنقى وكتبدا تنور. اللي عنده الشحوب اختي، اللي عنده الوجه كيتاكسد، اللي عنده الوجه واخا ما عرفت شنو كيدير ليه كيزرق، واخا كنعرف انا ناس شخصيا ما خلاوش من برودويات شراو باثمنه باهظه باش الوجه ديالهم غير ما يبقاش يتاكسد والو، ما لقاو حتى شي نتيجه. ولكن اختي انا جبت لك الحل وعلى ضمانتي. الا بغيتي انت اختي وجهك يبقى بحال هكا منور كما كتشوفي معايا هانتوما، انا كنقرب لكم باش تشوفوا انني ما دايره حتى شي حاجه. هانتوما راه كاين العرق كاع كيبان، شوفوا معايا ما دايره ليه حتى شي حاجه. ها هو. وغادي ندير معكم السيروم بطبيعه الحال اللي حضرت لانه سالا ليا ولقيتها فرصه انني نبارطاجيه معكم اليوم. انا خلطت هادشي مزيان، غادي نديرو في واحد البو. ها هو. يستحسن ديروه في شي قريعه بحال هذه تكون كانت عندكم ديال السيروم. هذا كيساعد، كيكون شويه براتيك، كتجبدي السيروم ديالك بحال هكا وكتبراتيكي على الوجه كيجي ساهل. او الا ما عندكش ديري اختي غير ان بولا ان ريسيبيون عادي يكون كيتسد مزيان. وهاد هاد السيروم البنات كيبقى معاكم مده 3 شهور. خليه غير في الباب ديال الثلاجه في هاد الصيف، اما درتيه في الحال بارد ما تحتاجيش كاع الباب ديال الثلاجه. دابا الصيف ديريها اختي في الباب وكيبقى معاك مده 3 شهور. 3 شهور عاد يمكن لك ديري واحد جديد وكيدي معاك مده طويله. ايوا شنو بغيتي يا اختي اكثر من هاد السهوله؟ ما يمكنش اكثر من هاد الشيء، ما يمكنش. جبت لك سيروم ساهل ولكن الفعاليه ديالو رائعه بزاف. انا غادي نديرو معكم هنا ونديرو معكم حتى في وجهي. انا قبل ما نديرو كاع هنايا نديرو معكم مباشره باش ما يجيش الفيديو طويل. انتم كتشوفوا وغادي تشوفوا الفرق ملي غادي نديرو. شوفوا رائع بزاف، بعدا كيتابسوربا دغيا في البشره. شوفي معايا واحد الريحه ديال القهوه يا البنات، والريحه ديال الزويته ما نعاودش لكم. واحد الريحه رائعه بحال دايره بحال دايره يعني برودوي مصنع فيه كاع الشروط هانتي اختي، ولكن انت دايره شي حاجه اللي زوينه ومصوباها على اليد وعارفه شنو فيها، ما غدير لك لا تحسس لا حتى شي حاجه. بالنسبه لطريقه الاستعمال كديريه ليا يوميا ولكن في الليل، ابدا ما ديروهش بالنهار. ما ديروهش بالنهار، في الليل تغسلي البشره ديالك ديريه تنعسي به، والصباح تغسلي الوجه ديالك عادي وديري الكريم هيدراتونت ديالك وديري لا كريم سولير كالعاده وصافي. هذا هو السيروم ديالنا. شوفي معايا اختي
شوفي البشره كيفاش كتولي تلمع ملي كديريه، شوفي اللمعه اللي كتولي عندك في البشره ديالك. عاد ملي كتستعمليها اختي وكطولي المده كيبانوا لك نتائج رائعه وزوينه. وحتى لهنا هذا هو السيروم الرائع والعزيز عليا انا بعدا ملي ما كيخطانيش وضروري يكون في الروتين ديالي. داكشي علاش بغيت نبارطاجيه معكم. كنتمنى انه يعجبكم، وما تنسونيش من بارطاج ولايك لا فيديو بحال ديما. كنطمع في الكرم ديالكم. عافاكم اللي مازال ما دايرش ابوني، كنتمناو تابوناو عندي في لاشين، وكنتمنى تدعموني بالدعم ديالكم. ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم بخير وعلى خير.